تميزه من يشتغل تحت الضغوطات. دائما المدرب المميز يبين تحت الضغوطات كيف يتصرف، كيف يكون تعامله. هو الرجل قبل البطولة تعرض لعدة خسارات، وكان اكو انتقاد حاد عليه، وكان الكلام كثير انه اخطا الاتحاد الاردني في استقطاب عموته، واخطا الاتحاد الاردني في اقاله كابتن عدنان. لكنه من يشاهد مدرب هذه الشخصيه يجي يغير اسلوب اللعب، يصر على اسلوب اللعب. يعني بنلعب 5 مدافعين، هم في ناس انتقدوه وتكلموا عليه، لكنه هو اصر يلعب بهذا النظام لمعرفته اللاعب الاردني وقيمه اللاعب الاردني ومستوى اللاعب الاردني خصوصا لخط الدفاع. لذلك اضاف الكثير لخط الدفاع. بعدين هذا الثلاث مدافعين الان استاذ حسن، الان بعد ماكو قشاش، هذا الحديث. الان اللاعب اللي بدون خصم هو اللي يسوي العمق. اضاف هذا الثلاثي الدفاعي كانوا يلعبون بهذا الاسلوب. ايضا يعرف قيمه لاعبينه بالامام، كان يهاجم بموازنه، يعني يهاجم علي علوان ويزن وموسى التعمري، ويزيد اللاعب المميز جدا بالوسط رقم 21 نزار رجدان، يهاجم باربعه، يدافع بسته. فلعب بواقعيه استاذ حسن. الرجل لعب بواقعيه. كل المباريات اللي تتباوع تحلل المباريات مال فقر الاردني، واضح انه اكو مدرب بالبوكس يشتغل، مدرب حتى تغييراته، توقيت تغييراته دائما تكون مؤثره، دائما يتعامل تعامل جيد، ايش وقت يغير وش وقت ينتظر. يعني اذا نتذكر مباراتنا معاهم، لعبوا معانا يعني ثائر اذا سمحت لي يعني لو منتخبنا يعني صاب التوفيق في مباراتنا امام الاردن، حاله الطرد ما تعرض لها، ما جانا، ما سجل علينا المنتخب الاردني هدفين في لحظات، في غضون دقيقتين. هل كان يمكن ان نسمع مثل هذا الحديث؟ كان يمكن ان تدار البوصله بشان باتجاه كاساس، سيكون هذا الحديث عن كاساس مو عن عموته. استاذ حسن، هذا نفس الوقت انا اوديك وين؟ اوديك احنا مع اليابان سجلنا هدف بخطا حارس مرمى. الفريق الياباني بدايه الشوط الاول لاعب انفرد من جهه اليسار يطلعها عرضيه، اللاعب الياباني يسجل. كابتن الفريق الياباني بالست ياردات على الطاير وما سجلها، كان ممكن يتعادلون معنا ويسجلون علينا. وما هذا الكلام والزوبعه انه غلبنا اليابان. مع فيتنام دقيقه 12 بالوقت الاضافي سجلنا. استاذ حسن، اذا نتكلم بهذا المنطق، ايضا احنا فزنا مباريات الفريق كان ما بهذا الوضع الجيد كان. انا اتكلم على نعم فعلا اكو توفيق في كره القدم، سجلوا في وقت متاخر، لكنه اكو لو نيجي نرجع للمباراه، الفريق الاردني كان ممكن يسجل علينا 3 و4، 3 انفرادات، فرص محققه للتسجيل. كان الفريق الاردني ينهي المباراه من الشوط الاول استاذ حسن. لذلك يعني يجب ان نتكلم بواقعيه ونعطي كل ذي حق حقه. عموته له بصمه على المنتخب الاردني، عمله واضح على الفريق الاردني، وبالتالي حقق اجتهد، وبالتالي لكل مجتهد النصيب، والان هو في المباراه النهائيه. نعم.